علمنا كيف نحمد. الحمد لله الذي علمنا كيف نحمد، والصلاة والسلام على من سماه ربه في القرآن محمدا وأحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزه عن الشريك ذاته، وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية، واحد لا من قلة موجود لا من علة. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلمه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه. هو خير من خلق الله، هو أصدق من دعا إلى الله، هو أحب الخلق وأكرم الخلق على الله. حبيب الله، خليل الله. وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك. وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة مرتجل لنداك. والأنبياء والرسل والورى والأملاك تحت لواك. قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا، فسبحان الذي سواك. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصال. صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا نورا على الدنيا تجلى، صلى عليك الله يا فجرا على الدنيا أطل. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا آيات كريمات من أواخر سورة النحل وأوائل سورة الإسراء، السورتان مكيتان أنزلت على أطهر قلب خلق الله، قلب محمد رسول الله قبل الهجرة الشريفة، إلا آيات من آخر سورة النحل والتي قرأها القارئ الكريم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه آيات مدنية، هذه الآيات مدنية أنها نزلت في حمزة سيد الشهداء، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة وقتله وحشي، وبقرت هند بطنه وأخرجت كبده وأخذت تأكله فلم تستطع. فالنبي لما رأى مشهد عمه حمزة أسد الله ورسوله قال: والله لأقتلن به 70، لأقتلن به 70 منهم. فنزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم. هذا كان في المدينة في غزوة أحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم لئن صبرتم لهو خير الصابرين. هذه الآيات فقط مدنية من سورة النحل. أما النحل كلها والإسراء فالسورتان مكيتان. ولما سرد القرآن حال المشركين مع رسول الله وما كان قبلهم من اليهود، وبعد ذلك ما حدث من قريش معه في أحد، كانت سورة الإسراء تبدأ بالتكريم. كان ولا بد أن تبدأ بالتكريم رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده. ولماذا سبحان؟ سبحان مصدر سبح. لماذا سبحان؟ لأن كل خارق للعادة لا بد أن تقول سبحان الله.
الأمر الخارق للعادة، والإسراء أمر خارق للعادة، فلا بد أن تقول سبحان الله. سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أمر عجيب. سبحان الذي سخر لنا هذا، أمر عجيب، أمر خارق العادة. ما الذي سخر إلى الله؟ إذن سبحان أي نزه الله، ولكن سبحان هنا معناه أن الله ينزه نفسه بنفسه من كل عيب ونقص. سبحان نزه الملك نفسه، وإذا نزه الله نفسه فالمطلوب منك أنت أن تنزه الله. فجاء التنزيه في القرآن بصيغة المضارع وبصيغة الماضي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ماذا؟ هذا بالمضارع. سبح لله ما في السماوات والأرض. جاء الفعل بالتسبيح بالمضارع والماضي، بقي فعل ماذا؟ فعل الأمر. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. إذن سبحان الذي أسرى أي الله منزه عن كل عيب وكل نقص وينزه نفسه. ولأن الإسراء عجيب، أمر عجيب بدأه بسبحانه. لماذا الإسراء عجيب؟ وهذا ما وقع فيه الذين لا يعلمون ولا يفهمون معنى أن الذي أسرى هو الله. الذي أسرى هو الله. لم يقل محمد سريت، قال أسري به، ولا قال أسرى بعبده. قالوا تارة، حتى بعض علماء المسلمين وقعوا في هذا وقالوا الإسراء كان بالروح. أسرى بعبده، ولفظة العبد لا تطلق إلا على الروح والجسد معا. الذي أسرى بعبده. ويرحم الله أمير الشعراء عندما قال يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تناله الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء. بهما سموت كلاهما مطهرين فيهما نور وريحانية وبهاء. فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يرى ويفعل ما يشاء. فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يرى ويفعل ما يشاء. إذن أسرى بعبده الذي أسرى والله. ثم في مادية البشر هناك قانون، هناك قاعدة. كلما زادت القوة في قطع المسافة بين نقطتين كلما قل الزمن. مش هذه مادية البشر؟ كلما زادت القوة في قطع المسافة بين نقطتين كلما قل الزمن. يعني أردت أن تذهب من مصر من هنا إلى مكة ماشيا، في كم تأخذها؟ شهور. طب راكبا جملا أقل. طب راكبا فرسا أقل. طب طائرة سيارة أقل. طائرة أقل. صاروخ أقل. فكيف إذا كان الفعل الإسراء هو الله؟ إذن فلا زمن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا ليلا؟ لأن الإسراء لم يستغرق الليل كله. الإسراء هو السير ليلا أي لأن الإسراء لم يستغرق الليل كله، بل جاء في الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به ثم عاد ووجد فراشه ما زال دافئا صلوات ربي وسلامه عليه. ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، البداية من المسجد والنهاية إلى مسجد، لأن التربية لن تكون إلا في المسجد. التربية لن تكون إلا في المسجد، ولكن المساجد هجرت وشكت أمرها إلى الله، وبعد ذلك نزعم أننا من أمة الإسلام. هذا زعم. الصلاة كل الذي يقول الناس يعلمونه ويحفظونه.
عماد الدين وعصام اليقين وقرة الطاعات ورأس هذا كنا حافظين. لكن كيف عملهم؟ كيف إذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه تأخر مرة عن صلاة العصر فجاء فوجد الناس قد صلوا العصر فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرني بستاني حديقتي عن صلاة العصر، أشهدكم أني قد تصدقت بها كفارة لما فرط عمر. كم علينا من الكفارات. كان الواحد إذا يعني لم يصل لم يلحق تكبيرة الإحرام فاتته تكبيرة الإحرام يعزونه، عظم الله أجرك، البقاء لله، يعزونه. فقال نحن تركنا صلوات وصلوات وأيام، ولو أنت قمت بعملية حسابية الآن سوف تجد أن أكثر من ثلثي أمة محمد لا يصلي لا خمس لا سبت ولا حد ولا جمعة، لا يصلي. اليوم كان صلاة الجمعة والخطباء على المنابر يرفعون لواء التوحيد وهناك أناس نائمون رجال. والله عجبت اليوم وأنا أشرف برفع أذان الفجر بينما أنا أؤذن بالداخل وكلب، والله كلب واقف على باب المسجد يردد الأذان خلفي، والله. وكان معي أحد اسمع كلب اهو. احنا لما نيجي نشتم حد نقول له يا كلب، لا تسبوا الكلاب بني آدم، الكلب عارف مهمته. الأعجب من ذلك أني لما قلت الصلاة خير من النوم لم يرددها. أنا مش صاحي، أنا واقف أهو، أنا مش نايم، والكلام ده للنايمين. احنا نتكلم على الفجر، فجر ولا ظهر ولا عصر، كيف نلقى الله؟ الآن نقول فلان أمس كان بيتكلم معايا، أنا قاعد معايا وبيقول له نتحدث سوا ومات. قل هذا الكلام لنفسك. الآن ممكن نجلس بكرة ممكن في واحد من الاثنين، الله أعلم من الذي سيزوره ملك الموت. هل استعددت لقاء الله من المسجد إلى المسجد؟ لأن التربية في كل شيء لن تكون إلا في المسجد، ولن يكون هناك دين إلا إذا صليت. والله لو تصدقت كل يوم ب1000 واعتمرت كل يوم وحججت كل عام وفعلت كل شيء ولم تصلي ضاع العمل هباء منثورا. هذا حديث محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. إذن من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي مهابة الوحي الأنبياء، نرى محمدا من آياتنا إنه هو السميع البصير، لأنه سمع ورأى إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى حيث وقف جبريل وانتهى وزج به الأنوار ليقف على حقيقة الأسرار وخاطب الواحد القهار. هذا محمد وهذا تكريمه، وتكريم محمد تكريم لكم يا أمة محمد. أسأل ربي أن يجمعنا هذا الجمع في الجنة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيف فيك رجاءنا، اللهم لا تخيف فيك رجاءنا. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد قلت حيلتنا فتولنا. أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارحم هذا المتوفى رحمة واسعة. اللهم أنزع الآن رحمة من عندك تستغرق كل ذنوبه فلا تبقى ذنبا يحاسب عليه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير محمد.